أهلا وسهلا بكم في برنامج حلقات كتابة أسماء الله الحسنى بخط النسخ. سنبدأ بها من ليلتنا هذه إن شاء الله حتى نهاية شهر رمضان المبارك. مبارك عليكم جميعا الشهر الكريم. برنامج أسماء الله الحسنى سيقوم على كتابة أسماء الله الحسنى كل ليلة 4 إلى 5 أسماء، شرح قواعد كتابتها كيف تكون. أتمنى من الإخوة والأخوات جميعا أن نقوم بما يلي. بعد كتابة أسماء الله الحسنى 5 الأسماء أو 4 الأسماء، الأخ أو الأخت الذي معنا على البث يحاول أن يكتب اسم الله الذي كتبناه. مثلا اليوم سنكتب الله الرحمن الرحيم الملك، إن شاء الله سنكملها الليلة. كل مشارك معنا يحاول أن يكتب، يعيد الاسم الذي كتبناه من باب التمرين، ثم يضع تحت الاسم مختصر بسيط شرح لهذا الاسم. من الانترنت سيجد كثير من الشروحات موجودة. يضع مختصر بسيط شرح ثم ينشر على الانستغرام، منها كتابة لتمرين ليده حول كتابة اسم الله الحسنى، ومنها نشر لمعاني أسماء الله الحسنى. ونحن في شهر كريم، يعني نسأل الله أن يكتب فيه الأجر، والأجر فيه مضاعف، فنحاول أن نستغل الوقت بهذا الشيء. طيب، سنبدأ أولا بكتابة اسم الله عز وجل. طيب، هنا أولا كتابة اسم الله عز وجل يجب أن ننوه إلى شيء مهم. إن اسم الله عز وجل هو من الأسماء التي أخذت قاعدة خاصة في الخط، وهنا قاعدتها الخاصة هي تصغير اللامات. تصغير اللامات بحيث تكون قريبة من ثلثي الألف إلى نصف الألف حسب الأسلوب المعتاد في الكتابة. فعندما نبدأ بكتابة اسم الله عز وجل، الألف ستكون ألف مستقيمة مائلة، ألف مستقيمة مائلة. إذا كانت الاستقامة هنا فنجعلها مائلة قليلا إلى جهة اليسار، وهذا الميل يحدده الخطاط، هل يريد ميل كثير أو يريد ميل قليل. على هذا الأساس بعض الخطاطين أو الأساليب الموجودة في اللام هذه الأخرى، البعض يجعلها نفس ميل الألف، في نفس الميل، هذا الميل يأخذ نفس هذا الميل. والبعض يرى أن اللام لها ميل مختلف، فيكون ميلها أكثر من ميل الألف، وهذا الأسلوب الذي عمل عليه محمد شوقي رحمه الله. والأسلوب أن يكون موحد عمل عليه بعض أساليب عزت ومدرسة عزت رحمه الله، أنه الميل يكون موحد. أما شوقي فيرى أن الميل هنا أكثر من ميل الألف، ميل اللام. لماذا؟ لأن عنده قاعدة أنه كلما صغر اشتقاق الألف، يعني سواء كان هاء أو دال، أو كلما صغر من اشتقاق الألف كلما زاد ميله. فهو عنده يرى أن الألف كلما صغرت كلما زاد ميلها، فلذلك هو يميل اللام أكثر في اسم الله عز وجل، فيكتبها بهذا الشكل. هي طبعا هي مقابل الألف، مقابل لللام تماما في السطر، ولكن عندما تدخل في الجملة تتغير الأمور، فتصير الاسم الله عز وجل ممكن ينزل أكثر إلى الأسفل، خاصة إذا كانت الألف مركبة على كلمة أخرى فتنزل أكثر إلى الأسفل. لاحظوا هنا اللام نذهب لها بشكل عريض، وليس بهذا الشكل، بشكل نحيف، بشكل عريض بهذا الشكل. ثم
نذهب إلى الحركة الثانية، وهذا الميل له أساليب في الكتابة. انظروا هنا، من أمام هذا الجزء هنا يكاد يكون ماذا؟ يكاد يكون مستوي، هذا الجزء يكاد يكون مستوي، ثم يبدأ هنا التغيير اللي هو تغيير الميل، ثم يبدأ التغيير أكثر حتى نصل إلى ثلث اللام، ثلث اللام تقريبا هنا، اللي هو يقابل هذا الجزء، يقابل ميل اللام. ثم القلم بدل ما كان بهذا الشكل يصير أكثر عرض، يتغير بهذا الشكل ثم نصعد. انظروا، الصعود يكون بعرض القلم، الصعود يكون بعرض القلم. واضح إلى هنا؟ معظم الأساليب ترى أن هذا اللام مع اللام تكون في نفس المستوى. بعض الأساليب يرفع اللام الوسطى بشكل أكبر، وهناك أساليب الأخرى تجعلها متدرج، هذه اللام أطول ثم بعدها أقصر ثم الهاء أقصر، فهي أساليب متعددة في لفظ الجلالة، في اسم الله عز وجل. بهذا الشكل إلى هنا واضح؟ هنا الحركة الثالثة مكان خروجها طبعا هو من نفس هذا المكان الذي نحن بدأنا التغيير فيه، بيبدأ من هذا المكان الخروج، لكن البعض يحاول أن يخرج من هنا بهذا الشكل، فيصير هذا المكان ضعيف جدا عنده، هكذا بهذا الشكل، ثم يخرج بهذا الشكل. انظروا، فيصير هذا المكان ضعيف كثيرا. وهنا القلم يجب أن يكون في الداخل، في داخل الحركة، ثم يخرج. لما يخرج القلم من داخل الحركة يخرج بشكل عريض، انظروا من هنا بهذا الشكل، يخرج بشكل عريض مستوي، واضح؟ ثم يبدأ التغيير من هنا قليلا إلى هنا. نأخذ الحبر الآخر. طيب، من الأسفل هذه الحركة مستوي، الألف مع اللام مع اللام مستوي. هنا في هذا الجزء، في هذه الجزئية، البعض يعمل أسلوب من ضمن الأساليب، هنا مستوي ثم الحركة هذه مرتفعة بهذا الشكل، قريب من حركة المحقق أو المعقودة في الثلث إذا رأيتموها. وهذا الأسلوب استخدمه حمد الله، استخدمه الحافظ، المتقدمين استخدموا هذا الأسلوب. الأسلوب الثاني الذي اشتغل عليه شوقي هو بهذا الشكل، الخروج سليم بهذا الشكل، ثم بهذا الشكل في آخر الحركة يوجد ميل في هذا المكان، يعني تكون الحركة هكذا مائلة قريب من هذا الميل، هنا نفس هذا الميل تكون، فهو يعمل بهذا الشكل. ثم رأيتم بهذا الشكل. طيب، هنا في شيء مهم في هذا المكان، في شيء مهم اللي هو، انظروا بين الألف وبين اللام الفراغ، بين هذا اللام بين نصف اللام، بين نصف اللام بين هذه اللام، بين هذه اللام بين الهاء، هذه موحدة المسافات.
طول اللام إلى ثلث الألف. من هنا، من هذا المكان، عندما عملنا هذه الحركة الأولى، الكثير يخطأ في هذا المكان. هذا المكان هو أكثر أخطاء عند الكتاب، لأنه يعمل بهذا الشكل إلى هنا بشكل سليم، ثم ماذا يعمل؟ يمشي بهذا الشكل. هنا حركة يجب أن تصعد أولا إلى الأعلى، ثم بعد ذلك تغير المسار. لا نذهب مباشرة إلى اليمين من عند هذه الحركة. فلذلك ماذا نعمل الآن؟ انظروا كيف صعدنا إلى الأعلى شوية. صعدنا إلى الأعلى ثم ذهبنا تعديل القلم، ثم في آخر الهاء إلى الأعلى. آخر الهاء يكون إلى الأعلى مقابلا لهذه الحركة التي هنا. هنا هكذا، هنا هكذا. واضحة؟ أعيدها مرة أخرى. حتى نصل إلى الأخير ثم نصعد إلى الأعلى. والمسافة التي هنا هذه هي نفسها المسافة التي هنا، التي في الأسفل. الآن سنكتبها دون شرح. بهذا الشكل تكتب. الأسلوب الآخر أكتب بقلم 7 ملم تقريبا، لهذا الكتابة بالأحجام الكبيرة في النسخ متعب. رأيتم كله إلى الأعلى، وهذا مستقيم ما في هذه الحركة. أسلوب آخر بحيث ماذا؟ هذا يذهب إلى هنا، هذا إلى هنا، هذا إلى هنا، كل حركة تذهب إلى مكانها بهذا الشكل. أسلوب آخر أيضا
انظروا هنا الهاء في نفس المستوى. هذا الأسلوب لاماته قصيرة شوية ليست طويلة. هناك أسلوب آخر كتب فيه القليل جدا، وهو هذا كله بهذا الشكل، وهنا بهذا الشكل. هذا أحد الأساليب. طيب، هل لاسم الله عز وجل قاعدة ثابتة؟ ليس له قاعدة ثابتة. يجب أن تعمل لك قاعدة، لأن هو قاعدته خاصة بكل خطاط. القاعدة العامة أن اللام قصيرة، هذه قاعدة اتفق عليها الجميع، ولكن الأسلوب التفصيلي الداخلي تحدده أنت هذا الأسلوب ثم تستمر على هذا الأسلوب، لأنه شيء يخص الخطاط. يعني لا يمكن، يعني ممكن التقليد إذا أردت أسلوب خطاط معين أعجبك ممكن كتابته، وإذا تريد تعمل لك شيء خاص فيك فهذا الأمر عائد لك. هذه الحركة تشبه حركة السين التي في الأسفل، قريب من حركة السين. شدة بهذا الشكل وتكتب بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل، تكتب أيضا بهذا الشكل، وتكتب بهذا الشكل. لها أكثر من شكل. فهذا مختصر بسيط عن كتابة اسم الله عز وجل وكيفية كتابته. نحن سنعمل بث لكل اسم منفصل، لا ندخل اسم في اسم آخر. نحن الآن تقريبا 20 دقيقة استغرق مننا كتابة الاسم مع شرحه. سنغلق، سنفتح بث جديد في كتابة اسم الله الرحمن، وهكذا. أهلا وسهلا بكم من جديد. الآن سنشرح كتابة اسم الله الرحمن. أولا، عند كتابة اللام الألف، الألف ليس اللام. لن أشرح بشكل مفصل كثيرا، سأحاول أختصر بشكل أكبر. طيب، اللام مع الراء أبدأ بها من عند الألف، ولكن إذا كانت اللام متصلة فإني يجب أن أقف قبل أن أصل إلى نهاية الألف. لماذا؟ لأن بها حرف متصل. هذا الحرف متصل سيكون هو مع اللام نفس قياس الألف، فلذلك لا أنزل إلى الأسفل ثم أعمل الراء، لا، من الأعلى أعمل حركة الراء فتصير حركة اللام مع حركة الراء تساوي حركة الألف. ثم نعمل حركة مثل النقطة بهذا الشكل، هذا الشكل، ثم نأتي وكأننا آتون من هذه المنطقة، نأخذ حركة الراء من الداخل. الراء اتجاهها طبعا يكون هنا بهذا الاتجاه كأقصى حد.
البعض يبالغ في إصعاد الراء بهذا الشكل. هذا فقط إذا كانت متصلة، أما إذا ليست متصلة مكانها هنا أو هنا. أو حتى شوقي يعمل في الأخير بهذا الشكل، وكأنه يبين أنها نازل إلى الأسفل. ثم الآن معنا الحاء والميم، والآن نعتمد على الألف في كتابة الحاء والميم. عندي الحاء والميم حرف مركب، فمعنات هذا الحرف المركب قريب من منتصف ماذا؟ الألف أبدأ فيه، من منتصف الألف أبدأ فيه، فيعني سأبدأ من هذا المكان. ثم أرجع من نفس إلى قريب المنتصف، ثم من هنا يبدأ الخروج، بحيث أترك هنا فقط حركة القلم داخل الحاء. ثم لا أرجع من الخارج، أرجع إلى الداخل، إلى داخل الحركة، ثم أخرج. واضحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك أرسم الميم وكأني أريد أكتب ميم ماذا؟ ميم مفردة. وحركة الميم هذه تذهب في نفس حركة الجيم، الحاء في نفس الاتجاه. هنا هذه الجزئية أنا أضع حركة القلم ثم بهذا الشكل. هذه الحركة هنا تساوي حركة الوصل القصير الذي هو يشبه حركة باء ألف. هذه الحركة لو عملت من هنا هكذا سيكون كأنه باء ألف، حركة قصيرة. ثم أضع حركة نقطة، ثم أغير مسار القلم من هذا الاتجاه إلى اتجاه مستقيم هكذا. ثم من هنا أخذ حركة مائلة، ثم حركة استقامة، ثم حركة ميل، ثم إكمال النون بهذا الشكل. ممكن كتابة حاء ميم نون بهذا الشكل، ممكن كتابتها بهذا الشكل. الميم بهذا الشكل تكتب. بالنسبة إلى كلمة الرحمن ممكن أيضا نستخدم الراء الأخرى، لكن الراء الأخرى استخدامها صار ضعيف مؤخرا خاصة مع اللام. هذه الراء صارت لا تستخدم في النسخ إلا نادرا، وصاروا فقط يستخدمونها مع حرف الفاء، وأنا أرى لا مانع من استخدامها مع اللام، جميلة وموجودة أصلا في تراثنا الفني ولا مانع من استخدامها. فقط المتأخرين الآن إذا لم يروها عند خطاط معين يقولون ليست من النسخ. هذه موجودة في النسخ ولها أدلة كثيرة وكتبها خطاطون كثر، ونحتاجها بعض الأحيان في كتابة بعض الاحتمالات، فكتابتها ما فيها بأس. بهذا الشكل تكتب. هذا بالنسبة إلى كتابة كلمة الرحمن، اسم الله الرحمن. ننتظر إبداعكم في كتابة اسم الله الرحمن، ثم ذكر معناه بكلمات بسيطة ونشره
لنشر ثقافة الخط أسماء الله عز وجل. ننتقل إلى اسم الله الرحيم بعد أن نغلق ونعيد من جديد البث. نأتي إلى كتابة اسم الله الرحيم. اسم الله الرحيم. الألف واللام والراء هي نفس التي شرحناها في كلمة الرحمن. وطبعا أنا لا أحب أكثر من التفاصيل حتى يكون المقطع بسيط ويستطيع الإنسان مشاهدته، ولا نكثر عليكم في التفاصيل. اللام مع الراء هي نفس ما تكلمنا عن كلمة الرحمن، فتكون بهذا الشكل. ثم هنا بعض الخطاطين يعمل الرحيم بهذا الشكل. لماذا؟ لأنها توصل بالحاء، فإذا كانت موصولة لا بأس من كتابة هذا الشكل. أما إذا لم تكن موصولة فحركة ليست سليمة. كلمة الرحيم ليست مركبة مثل كلمة الرحمن، لذلك لا نصعد بها إلى هذا المكان، من أسفل قليلا. ثم من المنتصف يتم الخروج. هنا في هذا المكان هناك أكثر من أسلوب عند الخطاطين. الأسلوب المتأخر وهو أسلوب الوصل القصير ذو الاتجاهين، هذا هو، يعني حركة من هنا ثم حركة من هنا. هذه الحركة الأولى، هذه الحركة الثانية بهذا الشكل. ثم نضع النبرة ثم ننتقل إلى الحركة التي بعد. سنأتي إلى الميم. الحركة هنا هناك حركات أخرى لكتابة الرحيم، منها هنا وقفت في هذا المكان ثم عملت تدوير. هنا لم أقف، ذهبت إلى نهاية الحاء، ثم رأيتم كيف صارت الحركة، يعني بهذا الشكل. قريب من حركة الثلث، فيها نفس حركة الثلث. واضحة؟ وفيها شوية بهذا الشكل. ممكن تظهر النبرة وممكن ما تظهر مع هذه، بس مع هذه تظهر النبرة إجباري لأن بعدها مد. ثم نأتي إلى حركة الميم. نضع خط من المنتصف هنا يمر بالنبرة الزائدة إلى هذا الجزء من الباء اللي هو الياء، نفس شكل الباء. نصل إلى هذا الجزء من المد الذي هو يشبه حركة الباء، ثم نصعد وكأننا نريد ماذا؟ أن نصعد إلى ألف، كأنه حاء باء بعدها ألف. من أمام هذا الجزء تماما يبدأ الخطاط يغير قلمه من هنا. رأيتم كيف تغيرت الحركة قليلا إلى هنا استواء، ثم يبدأ النزول بعدها هنا، ثم يبدأ النزول. بعد هذا النزول تبدأ حركة التدوير إلى الداخل، وهذا التدوير إلى الداخل جزء من القلم بسيط جدا يلامس الحركة هذه، ليس نصف القلم وليس كل القلم، يعني ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل، لا يدخل كامل القلم ولا نصف القلم، أقل من أجزاء القلم يلامس الحركة الأولى. ثم نضع حركة القلم هذه ليس في نهاية الميم ولا بدايتها، في آخر جزء من الميم قبل النهاية بجزء بسيط جدا. يعني إذا الميم بهذا الشكل، إذا الميم بهذا الشكل، وهذه حركة الميم، نحن من هنا نضع حركة الميل، انظروا أين،
ثم لا نأتي بالقلم من الداخل، من الخارج، نترك هذه الحركة سليمة، ثم من الخارج انظروا بحيث يكون القلم من الأعلى مستقيم، من هنا مستقيم، ومن الأسفل بهذا الشكل. اكتبها مرة أخرى هنا. هكذا يكتب اسم الله الرحيم. ممكن ننتقل إلى الملك أو نقف عند هذه الثلاثة الأسماء. طيب سأغلق ثم أعود لكم. الآن سأستقبل استفساراتكم إن كان هناك سؤال أو شيء، لأن من قبل أنا أغلقت التعليقات حتى ترون البث بشكل سليم. سأضع مجال أقل من 10 دقائق إذا أحد عنده استفسار في أسماء الله عز وجل، الله الرحمن الرحيم فقط. إذا أحد عنده استفسار في هذا الأمر بالذات أهلا وسهلا به. شيء آخر ليس وقته الآن. يا ريت ينزل باليوتيوب إن شاء الله. سينزل الأخ طيب مرابط موجود إن شاء الله، وسينزل البث. هو يحفظ عندي على الصفحة 24 ساعة، تستطيعون إنزاله إن شاء الله. لماذا راء الرحيم مختلفة عن الرحيم؟ ما فهمت. راء الرحيم مختلفة عن الرحيم كيف؟ هل أسلوب حمد الله شوقي قريب منه؟ ليس قريب، قريب في تفاصيل فقط، ليس في كل، يعني بعيد قليلا منه. الرحيم لها شكل آخر. نعم لها شكل، أكثر من شكل، لها أكثر من شكل، تكتب بهذا الشكل. تكتب بهذا الشكل أيضا، سواء مفتوحة أو مغلقة لا بأس. وتكتب الميم بهذا الشكل، تكتب الميم الأخرى أيضا، وهكذا لها أكثر من شكل موجود. يكفي الرجاء حفظ البث. محفوظ البث. أتمنى أن تعلمنا على النسب الذهبية كيف نعرفها. شرحتها الآن، أنا أشرح عليها على النسب. الله مرة ثانية لأن جيت متأخر تشوف البث. موجود البث محفوظ. يجوز المد في الرحمن، يجوز لكن ضعيف. نريده في اليوتيوب إن شاء الله ينزل في اليوتيوب. كيف مد النون في الرحمن؟ ضعيف مده بهذا الشكل لكن ضعيف، لا أنصح به.
ممكن إذا اضطررت جدا 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 مد النون لكن لا تمد قبلها، هذا الشكل ممكن يصير في كلمة الرحمن. ولكن إن اضطررت تعمل حاء نون ثم مد النون، أفضل من مد قبل النون. اتصال اللامين للفظ الجلالة شرحته موجود، ارجع له من قبل. لماذا لام الله قصيرة؟ للتمييز، لتشريف الاسم. حركة السين في لفظ الجلالة سين نسخ أو ثلث نسخ. الله يبارك في أستاذ، الله يبارك فيكم. للخط النون المرسلة في الرحمن، كتبتها الآن. طيب جزاكم الله خير وإياكم. لامات لفظ الجلالة الله اتجاههم في أسلوب شوقي، نعم أنا كتبتهم في أسلوب شوقي وغيره، كتبت أكثر من أسلوب. الله يسلمكم. كلمة باسم ليس مجالنا اليوم، فقط أسماء الله الحسنى. آمين جزاكم الله خير وعليكم السلام. آمين الله يبارك فيكم. اللام في الرحمن هل تمد؟ لا، لا تمد. بعد اللام المد ضعيف دائما إلا ما ندر. ذكرتم سابقا أن الراء الثعبانية لا تكتب مع اللام لأسباب، وذكرتم الآن جواز الكتابة، فما تعليقكم؟ أنا قلت لا تكتب إذا أحد يريد يشارك في مسابقات مثلا، لأنه الآن الناس يعتمدوا في التعليم على المسابقات، فإذا كتبت لام بهذا الشكل ربما في مسابقات يعتبرونه ضعف أو خطأ أو لا أدري، فأنا أنصح البعض في كتابة اللوحات المسابقات والمهمة لا يكتبونه حتى لا يدخلون في حرج. ولكن من ناحية الأصل فهو صحيح، ما في أي مشكلة في كتابته، فقط يرون الآن الأساليب المتأخرة أنه لا يكتب بهذا الشكل. كتبناها. ارتفاع لرسم الميم بعد المد هو نفس الارتفاع لرسم الراء بعد المد؟ لا، الراء أكثر قليلا. السلام عليكم، جزاك الله خير. هل الوصل بين اللام والراء هو نفسه بين الميم والنون؟ نعم هو نفسه، قصير. ما هي احتمالات الميم بعد الفاء مثل كلمة فما؟ ليس موضوعنا اليوم، فقط اسماء الله الحسنى. هل لكم دورات في النسخ؟ أكملنا، كانت عندنا دورة وأكملنا هناك دورة في خط الثلث. نعم موجودة ومستمرة، وغدا الدرس الثاني لها. تكرمت تكتبوا لنا الرحمن بمد الميم، كتبناها. وهل يختلف ما قبل النون إذا مددناها؟ مد مثل الباء، المد هو الباء. لماذا نصل الراء في الرحيم ولا نصلها في الرحمن؟ ممكن نصلها. أنا قلت أننا إذا كتبناها بهذا الشكل فهي للوصل، سواء رحمن أو رحيم أو غيرها. والشكل الآخر المشكلة أن الإخوة رأوا شوقي رفع الراء فقط في الرحيم ولم يرفعها في الرحمن، فعملوا نفس ما عمله تماما، ولا لا يمنع من رفعها في الرحمن، لا يمنع من رفعها بهذا الشكل ووصلها مع الميم. لا أرى هناك مشكلة أبدا بهذا الشكل، أو مع الميم هنا أو هنا، ما في أي مشكلة. فقط أنا ذكرت أنه لا ترفعوها إلا في حال الوصل، في حال عدم الوصل رفعها ليس سليم، يحتاج تمرين وتغيير الحبر. الراء بعد الألف هل ترفع نبرة عالية؟ الراء بعد الألف ما فهمت يعني. الراء بعد الألف يعني إذا كان في ألف وبعده راء نعم ترفع، تكون في منتصف الألف. سين نسخ أو ثلث في كلمة نسخ. أستاذ الحام كبيرة. أي حاء؟ الرحمن هذه نعم كبيرة، هذه كبيرة لأن بعدها مد. ما شاء الله تقبل الله منكم. تفصيل لرسم رأس الحاء متى تنزل كراستك؟ إن شاء الله بعد الحجر. وفوضنا الله صعب مد النون فضل لا أمر الخط النون المرسلة، كتبناها قبل قليل. لماذا لام الله قصيرة؟ للتمييز. حركة الشدة على كلمة الله أين تكون من حرف اللام؟ تكون في المنتصف، وهي من الحركات التي وضعت للتشريف وللخصوصية. تكرار باسم إذا ممكن. باسم لم أكتبها لأنها ليست من أسماء الله، فقط نكتب أسماء الله الليلة. تفصيل حركة القلم ومقداره في حاء الرحمن. بهذا الشكل، بهذا الشكل.
ممكن أنزل قليلا أكثر من هذا النزول، وهكذا. هذا البياض يساوي السواد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع فيكم آمين. كلمة الصالحات تكتب بمصحف المدينة. ليس مجالنا اليوم الصالحات. جزاك الله خير، آمين وإياكم. الله يبارك فيك أستاذ حسين. تجلامات والهاء في لفظ الجلالة شرحنا في البداية. سلام، ممكن تفصل لنا النون المرسلة في كلمة الرحمن. عند كتابة هذه الحركة البعض يرى أن النون المرسلة تنتهي هنا، يعني تكتب حتى هذا المكان. إلى هنا. وأنا برأيي أن القاعدة التي وضعوها أنه يجب أن تكون إلى هذا المكان ليست سليمة، لأن النون لا تحكمها هذا الاتجاه، إنما يحكمها ما داخلها من الكلمات. ممكن تنتهي هنا، ممكن تنتهي هنا، ممكن تنتهي أبعد من هذا، فيحكمها ما داخلها من الكلمات لتحقيق مبدأ الفراغ والسواد والبياض في الكلمات، لا تحكمها القاعدة. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. حرف العين ليس وقتنا اليوم، أتمنى يكون شرح البسملة بخطك موجود على اليوتيوب. كيف للتمييز؟ يعني التمييز يعني بحيث تكون مستقلة، من ينظر إليها يعرف أن هذه لفظ الجلالة اسم الله، سواء كان يعرف العربية أو لا يعرف. للتمييز يعني يراها الإنسان مختلفة عن كل شيء من الكلمات، عن كل الكلمات إن شاء الله بإذن الله. نهمل بعض الحركات إذا كانت الكلمة فيها حركات كثيرة. إهمال لا، ولكن توزيع سليم، نوزع بشكل سليم، خاصة في القرآن الإهمال في إثم. الراء قبل الحاء، حالات الراء قبل الحاء، ما فهمت يعني سؤالك بالضبط. الخروج للميم بعد الحاء قبل أن نصل لرأس الحاء، وهل هناك بأس إذا وصلنا لرأس الحاء ثم خرجنا للميم؟ لا بأس، ما في مشكل، في الأخير المهم النتيجة. الله يبارك فيكم وإياكم. ألف الرحمن نفس ألف الرحيم بالمقاس؟ نعم. الحاء في حال في البسملة لا، في البسملة يختلف المقاس نفسه لكن مرتفع. البسملة لها خصوصية في القاعدة. أنا أتكلم الآن ككلمات منفصلة ما لها علاقة بوجودها داخل البسملة. باطنها أوسع كما في قلب الثلث. نعم. اللام الثانية كم نقطة في الميزان في لفظ الجلالة؟ لا توجد نقطة، نسبة. الرحمن الميم اللوزية ذكرناها الآن، لا توجد ميم لوزية إلا في المنتصف، أما بعد الحاء فتوجد هذه الميم، ليست لوزية بهذا الشكل. انظر كأنها نقاط، ثم من داخلها قليلا أو بهذا الشكل من الخارج، حيث تكون بهذا الشكل، ليست مثل الميم اللوزية بهذا الشكل. هذه لا تكتب إلا نادرا وفي منتصف خط النسخ، وحتى في الفترة الأخيرة لم يكتبها إلا ما ندر. آمين وإياكم. أنا ما لحقت أقرأ التعليقات. مختلفة عن راء؟ ليست مختلفة، يجوز تعمل الاثنين. هل هي ضعف إن فصلنا الحاء عن الميم في اسم الله الرحمن؟ فصلناها. كيف الفصل؟ ما فهمت معنى الفصل. كم درس الثلث؟ أستاذ كم درس الثلث؟ الدرس الثاني إن شاء الله غدا بإذن الله. قد تعطينا كتب كراسات لشرح رسم الحروف بالطريقة المتقدمة، الطريقة القديمة تقصد ولا المتقدمة الحديثة؟ بس عشان نقدر نرجع بإذن الله. هل على الإطلاق الكشيري في أول السطر غير صحيحة؟ ليس على إطلاق، مسألة تعتمد على الفراغ في الأخير، لكن إذا وضعت للطالب قاعدة أنك تقول له على الفراغ لا يفهم هذه المسألة، فيجب في البداية أن تحجر عليه قليلا، ثم يبدأ يفهم مع الوقت، فيبدأ يخرج عن القواعد العامة إلى تفاصيل يضبطها مسائل فرعية للقاعدة العامة. شرحناها قبل قليل. ممكن كتابة كلمة المهيمن سيأتي دورها إن شاء الله. آمين وإياكم. أين تضع حركة الشدة لفظ الجلالة؟ في المنتصف. راء هذا يمكن كتابة الممتدة إن شاء الله بعد الحجر. لا أستطيع قراءة كامل التعليقات، ما شاء الله كثير جدا. آمين وإياكم.
ما في فرق، نفس الكتابة. حرف الميم بعد الحاء كم حالة يمكن كتابته؟ حالتين تقريبا، حالتين موجودة، حالة الميم مفتوحة وميم مغلقة، بس طريقة الكتابة مختلفة. أما الشكل العام يعني إخراج اللوحة طريقتين فقط، مفتوحة وغير مفتوحة. نعم مسجل إن شاء الله تجدونه كاملا. دورات الثلث موجودة على طغرى، تواصل مع الأخوة في طغرى يعطوك التفاصيل، أو النسخ أيضا. حاميم، هل اتصال الحاء من منتصف الميم؟ نعم من منتصف الميم عند الأقدمين. خصوص حاء ميم، هل اتصال الحاء من منتصف الميم؟ اتصال الحاء من منتصف الميم، لا أدري ماذا تقصد. هل تقصد أن الحاء هذا يخرج من منتصف من هنا، أم الميم تكون في الداخل؟ لم أفهم عليك بشكل سليم. أنصح المبتدئين بالدراسة والاهتمام وملازمة الأستاذ. صعب خطك يا أستاذ موجود، لكن هناك بعض الأمور إن شاء الله يتم. أستاذ كأن البعض كتب بياض الميم في الرحيم صغيرا. الرحيم بياض الميم ليس الصغير، الذي هو صغير هو هنا كلمة الرحيم، الذي هو صغير نهاية الميم، هذا الجزء يكتب صغيرا لأنه موصول. أما إذا كانت الميم مفردة تكتب بشكل أكبر، بشكل أطول، تكون أطول من هذه الميم. النون المرسلة في نهاية الكلمة فقط تكون في وسط الجملة أو السطر، أو لا بأس بكتابتها في أي مكان، المهم ألا تعطي فراغا. الألف لام في الرحمن والرحيم بنفس المقاس، نعم نفسه. في البسملة مختلف، الرحيم ترتش من آخرها. إذا أنت عندك قلم ليس للمشق ترتش، أما إذا كان القلم قلم مشق فما لا تحتاج ترتيش، تستطيع ضبطها بهذا الشكل، نفس الذي كتبها شوقي بهذا الحجم. من حركة القلم تستطيع تتحكم وتعطي هذا السمك. مائل قليلا إلى اليمين، لماذا حرف الحاء مرتفع في الرحيم؟ أين مرتفع؟ آمين آمين وإياكم. حاورها 3 نقاط مع 4 لأستاذ النبي الشريفي يكتبها أصغر من شوقي نسبيا، أرجو منك التوضيح. كل واحد له أسلوبه، لكني أنا لا أرى النقطة، لا 4 ولا 5 ولا 6، أرى النسبة، نسبتها مع الأحرف التي بجوارها، قد تكون أكثر وقد تكون أصغر. التعليم بالنقاط أنا أرى ليس مجدي، يأخذ وقت طويل على الطلاب، ويقيد الطلاب عن الإبداع، ويجعل عندهم عقدة في عقدة النقطة، بحيث يظل الطالب يتابع النقطة ولا يخرج إلى طريق. إن شاء الله يوميا، إن شاء الله بعد الحجر بإذن الله. آمين وإياكم. كيف نتابع خط الثلاث؟ تواصل مع الإخوة في طغرى يعطوك الطريقة في موقع طغرى. آمين وإياكم. لا أستطيع قراءة كامل في لوحة ثم تشرح في ورقة أخرى. هي جاهزة تقريبا في لوحة، وبعد الحجر ستكون عندكم إن شاء الله، فقط الآن أنا أشرحها من باب الشرح، ولا هي مكتوبة في لوحة مزخرفة، وإن شاء الله ستطبع بعد الحجر وتصل للجميع. آمين وإياكم. طغرى موجود، هذا هو، وضع لك الأخ رابطهم. القلم 2 ملم، والأول 1 ملم ونصف. لا أستطيع قراءة كافة التعليقات كثيرة، لكن أقدر إرسالكم، وإن شاء الله نراكم في البث القادم يوم غد بإذن الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، في أمان الله. أهلا وسهلا بأهل دبي جميعا، في أمان الله.